مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. في الفيديو ده بإذن الله هنتكلم معاكم عن تجربتي مع عمال التراحيل. كنت بنشتغل في فترة من حياتي، كنت بنشتغل مع عمال التراحيل. كنا بنشتغل في فترة الصيف طبعا عشان نجيب مصروفاتنا للمدرسة. كنا بنشتغل فترة زمنية، مش كناش على طول يعني. كنا بنشتغل فيها في جمع الفواكه وسواء في تنجية العفش في الأراضي الصحراوية. كان بيتفق معانا الخولي أو بيتفق معانا مقاول، وكان بياخدنا. كنا بنطلع من حوالي الساعة 6 الصبح في مكان ما، وكنا بنركب مع عربية شفر. كنا بنتجمع فيها من كل بلد يعني. كان بياخد مجموعة من العمال دول، وكنا بنروح الصحراء. المشكلة اللي احنا كنا بنركب العربية بتبقى عربية شفر. بيكون يعني احنا بنكون عاملين زي علبة، يمكن علبة السلمون أو يعني علبة الفول. علبة الفول من كتر العدد. طبعا العدد بيكون كبير جدا، ومعظمهم يعني أطفال، بالإضافة لشباب كبيرة، بالإضافة لناس يعني ناس كبيرة. كله كان بيطلع يشتغل عشان عايز يعني يعمل له قرشين قبل الدراسة، عشان يشتري له أي حاجة يساعد شوية في المصاريف. ممكن يشتروا طقم كويس، يشتروا شنطة كويسة، حاجة زي كده. كان بجد يعني أعمار مختلفة في مكان في صندوق العربية. كان ما بيننا يعني يعني عاملين مكان كده للبنات ومكان للشباب. ما بيننا وبين بعض في الشغل ده، في العربية آسف، في العربية ما بيننا كده حب. بأعمار مختلفة جدا. في المكان اللي زي ده كانت بتبقى يعني وسيلة مواصلات مزرية. طبعا كنا بناخد حوالي زي ساعة أو ساعتين على ما نوصل للمكان اللي كنا بنشتغل فيه على الصحراوي في المزارع دي. كنا بنشتغل يعني في ظروف يعني لا آمنة إلى حد كبير. كنا بنتعرض فيها للاستغلال، لأن معظم الناس اللي كانت بتشتغل معانا ناس كبيرة وبتبقى مسيطرة شوية. كنا أطفال ساعتها، كنا يعني يمكن في إعدادي، في مرحلة الإعدادي، وفي بعض الناس كانت بتبقى أصغر من كده كمان، وفي ناس بتبقى أكبر من كده. تبقى أنت يعني معرض لضغط، لأن أنت لو طفل بتشتغل في بيئة زي كده تبقى معرض لضغوط كتير جدا. بالإضافة طبعا بتتعرض للتعنيف أو الضرب أو الشتم والحاجات اللي زي دي بحاجات بسيطة جدا بتبقى في ظروف الشغل. كنا بنطلع حوالي الساعة 6 الصبح، وبنركب العربية وبنركب فيها لحد يمكن ساعتين ولا حاجة. بالإضافة طبعا اللي بيبقى السواق ما يعلم بها ربنا، بتخش معاك بقى في مطبات ساعتين بتبقى واقف، ما بتبقاش قاعد في العربية، بتبقى واقف من كتر الازدحام ومن كتر عدد الناس اللي بتبقى معانا في العربية دي. كنا بنبقى واقفين. وتخيل بقى بتبقى عربية زي كده وفيها بقى زي 100 واحد، ومع أقل بس يهدي بس شوية ولا يضرب فرامل أو يعمل حاجة زي كده، بتلاقي العربية كلها كلها على بعضها. بتبقى مشكلة كبيرة جدا. يعني دي بتبقى حاجة بسيطة، يعني انت دي بتبقى حاجة كويسة لحد بس ما توصل بس المزرعة. أول ما بتوصل المزرعة بتنزل بتعرف شغلك انت هتشتغل ايه. مثلا النهارده مثلا هتشتغل مثلا في مزرعة جمع مثلا برقوق، أو هتشتغل مثلا في تنجية عفش، أو هتشتغل في جمع السوداني أو تجليب السوداني. في شغلات كتير جدا. طب يعني الشغل فيها بيبقى نظام موسمي، مش بيبقى يعني شغل معين. على حسب المجاور او حسب الخول الموجود معاك بتشتغل في المكان. انت اول ما بتشتغل عادي، بتشتغل معاك من اول ما بتوصل حوالي مثلا الساعة 8 ونص لحد حوالي الساعة 1. الكلام ده في عز الحر طبعا، يعني بتبقى في الاجواء ما يعلم بها الا ربنا، بتبقى حر، هي حر الصحراء طبعا ما يعلم بها الا ربنا. تبقى شغال ويبقى معاك مثلا، تبقى جايب معاك لقمة عشان تاكلها، اسمها تشريبة يعني للناس، برضو الناس لو فلاحين هيفهموا الكلام ده. حاجة كده تعملك زي سندوتشين. بتطلع حوالي الساعة 1 ولا 1:30، تستريح لك زي ساعة تحت الشجر. أما الساعة تحت الشجر، بعد كده تنزل تاني تكمل الإيه، مسار شغلك في نفس المزرعة أو في المجال اللي أنت كنت شغال فيه. بعد كده بتوصل مثلا حوالي الساعة 5 أو 6، بتكون مخلص شغلك وبتركب العربية تاني، وبترجع بنفس المسيرة وبنفس يعني المرمطة اللي كانت بتحصل معانا في الطريق، بنفس الأسلوب. وممكن تسمع شتايم وممكن تنضرب. يعني كان ممكن من يعني المواقف اللي أنا مريت بيها، اللي إحنا كنا شغالين في أحد المرات، كنا شغالين في مزرعة، كنا بنجمع برو. وكان في واحد يعني اللي ورانا زي الخولي أو الراجل يعني المراقب اللي علينا ورانا، ده زي ما تقول كان بيضرب حد. كان جاب ماسورة من ماسورة
دي بتاعة المية، وخلع الماسورة واتك ضرب فينا يعني اللي عمل الغلط مش ما عملش الغلط، اتك ضرب في في الجميع. دي يعني من المواقف اللي ما كانتش كويسة خالص، وبجد يعني اتأذيت فيها في أحد المرات، يعني اتأذيت فيها جامد. كان يعني الله يسهله. أولا في ناس كتير بتبقى مجبرة اللي هي تشتغل المدة ديت، يعني طبعا بيبقى مش كل الناس معاها يعني الفلوس الكافية اللي هي توفي، يعني تجيب لعيالها لبس كويس، أو تجيب تدفع مثلا مصاريف المدرسة أو أي حاجة زي كده. في بعض الناس بتبقى يعني بتبقى طالعة حاجة زي كده، تبقى زي نظام رفاهية أو معرفة يعني بحاجة زي كده. مش كل الناس بتبقى يعني متفاوتة، نسب متفاوتة ما بينها وبين بعضها، اللي هي يبقى عندها ليها قابلية اللي هي تشتغل في المجال ده. المجال ده يمكن من المجالات، يعني أنا برضه طبعا أنا اشتغلت مهندس في إحدى المزارع. كنت بنشوف أطفال، بجد كنت بنشوف أطفال عمالة شغالة عمالة يومية في المزارع، سواء في جمع الزيتون وسواء في تنجية العفش. كنت بنشوفهم بعيني. معظم الأطفال دي بتبقى أطفال سواء من مصر أو من بره مصر، كان بيجيبوهم من السودان، بتبقى زي نظام شركات وبتجيب اطفال من بره او بتجيب ناس من بره، من ضمنهم من ضمنهم الاطفال. ده طبعا غير قانوني وغير يعني غير انساني بجد. انا كنت بنشوف يعني الناس دي بتصعب عليه، بس يعني كل واحد بتحكم عليه ظروفه. كل واحد بتحكم عليه ظروفه طبعا. يعني بس احنا نتمنى، يعني نتمنى الخير للجميع، بس يبقى فيه ظروف انسانيه، ويبقى فيه معامله كويسه، ما يتعاملش بمعاملة مهينة. بجد يعني مريت بكذا تجربة. بالإضافة برضو لتجربة تانية كنت بنشتغل فيها، يعني كنت بنشتغل فيها في الدودة، لو تعرفوا يعني الناس الفلاحين والناس اللي لها علاقة بالفلاحة هتفهم الحاجة اللي زي دي. كنا بنطلع مرة الدودة دي بتبقى زي شهر ولا شهرين، بنجمع الدودة من القطن. كنت بنطلع فيها يمكن يعني زي ما تقول كده، عندنا أرض، ناس قرايبنا عندهم أرض، وكان عايزين نفر يطلع يطلع زي شهر ولا شهر ونص في الدودة دي. وأنا كان من تجربتي أنا كنت بنطلع أنا في طلعت التجربة دي في الدودة. كنت بتطلع من الصبح عادي، زي ما تقول كده أنت بتتملى عشان تجمع الدودة من القطن. دي من التجارب اللي مش التجارب القاسية، بس أنا ما استمرتش فيها طبعا. اللي حصل فعلا شوية حاجات ما كانتش كويسة بالمرة بالنسبة لي. كنت يعني يعني ما كنتش كويس فيها، ما كنتش ماشي فيها، كنت بنهرب على طول، ما كنتش بنستنى. لان معظمها انت بتوطي طول النهار، انت بتوطي طول النهار زي صف كده، وبتاخد الارض وش رايح وش جاي لحد ما تخلص الاراضي اللي عليك. وبعد كده دي تطلع ساعة الظهر، تاكل لك لقمة برضو، ترجع تاني تعمل نفس الحكاية لحد الظهر. كنا بناخد حوالي كام، يمكن 2 جنيه ونص او حاجة زي كده، كان اياميها يعني، كان الكلام ده قديم شوية. بس ما كان برضه كانت الظروف الأقدمية، انت كنت ممكن عشان لو ما جبتش لطعة اللي هي بتبقى زي الدود بتاع الجوت ده، عشان اسمها لطعة، او تجيب حاجة اسمها فاكسة او زرار. دي انت لو ما جبتهمش ممكن تنضرب. الخول اللي بيبقى عليه بيقول لك انت لازم تجيب لي لطعة او لطعتين او ثلاثة، عشان بيبقى فيه مهندس بيمر على الخوري ده، وبيقول له انت عملت كام لقطعه مثلا من الارض كذا، عملت لقطعه، عملت كام لقطعه من الدراع كذا. كان بيبقى فيه يعني ايه، تبقى حاجه عليه. بس هو كان بيستعمل معانا القسوه شويه، اللي هو كان بيضرب. وانت بتبقى طول النهار، يعني من الاعمال اللي كنت بنشتغل فيها انت بتبقى طول النهار موطي. ودي بتبقى حاجة مش كويسة، بتتعب أصلا. أنا كنت من الناس اللي أنا كنت ساعة ما بنزهق باجي رايح واخد نفسي وباجي رايح جاي. دي عشان أنا ما كنتش مستمر فيها، ما كنتش حاببها، وسبتها. يعني بعدها بفترة سبتها واشتغلت في مجالات تانية كتير. دي يمكن مجموعة تجارب أو مجموعة حاجات أنا أخدتها يمكن تفيد حد، أو ممكن يعني تدي فيدباك للناس، أو ممكن تجربة تنفع ناس كتير. اتمنى الفيديو يعجبكم. لو بتشوفنا اول مره متنساش تشترك في القناه، ويا ريت تسيب لنا تعليق تحت الفيديو. ولو عندك اي سؤال او عندك اي استفسار يا ريت تكتبوا لنا تحت الفيديو في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.